السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم صينية في الفرن بالدجاج، كتجي أكثر من رائعة، غير بصلة ومطيشة. في المكونات عندي بصلة ومطيشة، وعندي بالنسبة للتوابل شوية ديال السكنجبير مع شوية ديال الابزار، الملح على حسب الذوق، عندي فابريكا والخرقوم او الكركم مع شويه د القرفه، وعندي ربع كاس ديال زيت المائده مع شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه، مع معلقه كبيره ديال الكيتشوب، شويه ديال لا موطارد. وبالنسبه للثوم عندي 2 فصوص اللي دقيتهم مع شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس. كيبقى على حساب الكميه. بالنسبه للفخيضات ديال الدجاج عندي كيلو، نتوما غادي ديروا على حساب افراد العائله. صافي غادي نخلط ليهم الشرموله ونشرملهم، نتوما خلوهم يرتاحوا، انا درتهم في الحين نظرا لضيق الوقت، كل ما تشربوا يكون احسن. صافي دوزتهم في الشرموله وغادي نفرش ليهم داك شويه ديال البصله، غادي ندوزو في الشرموله ونوضع الفخيضات نستفهم في الطاوه ديالي. بالنسبه للطماطم انا درت غير حبه، كيبقى لكم الاختيار، ممكن الاستغناء عليها. صافي وكندخلها الفرن بعد ما غادي نلفها بابي كويسو او بابي الومنيوم. هنا رزت شويه ديال الزيت وكنخليها حتى كطيب، من بعد كنعري لها على الوجه وندهنها باش كتعطيني داك اللون ديال كما كتلاحظوا في الصوره حمر. صافي هنا راه تشربات في الفرن، تعلكات ليا المريقه، وكنقدموها بالصحه والراحه. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله.